خد تعالى. ايوه انت. هو انت ليه واقف مستني التقدير؟ ليه كل مرة تعمل حاجة حلوة تبص حواليك مستني تقدير؟ طب اسأل نفسك كده بصوت عالي، هم اصلا شايفينك ولا بيتعمدوا يتجاهلوك؟ تعالى وانا اقول لك، اللي بيغير بيكتم اعجابه جوه قلبه، وكل ما تنجح اكتر بيكتشف انه مش قادر يتحمل نجاحك. اللي بينكر مجهودك مش مشغول بيك، ده بيحسبها ازاي اظهر انا وهو في الصورة بيلمع. اقول لك على الوجع الحقيقي، لما تعمل مجهود عمرك وتبص حواليك تلاقي اقرب الناس ليك قاعدين يتفرجوا، ولا حد قالك انا فخور بيك. لما تتعب وتحضر للدكتوراه ويوم المناقشة لم يحضر احد. يوم ما تعمل حاجة كويسة محدش يجي يخبط على كتفك ويقول لك كتر خيرك، ساعتها بتحس انك وحيد. اللي ما بيحبكش مش هيسقف لك حتى لو انقذت حياته. عاوز الحل؟ ابني نجاحك على ارضك مش على رد فعلهم. مش تقيس قيمتك بعيون باردة، ولا تستنى إشادة من قلب مش نظيف. اعرف امتى تقول لنفسك كفاية كده، أنا مش محتاجهم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير، وزي ما انت استفدت فيد غيرك.